اش خباركم الزوينين؟ اليوم جبت لكم واحد الحلوى الا ما جربتوهاش راه فوتوا بزاف، اللي هي تيريليتشا التركيه. كيكه خفيفه مسقيه بالحليب ومغطيه بلا كريم والكراميل، كيتحمق. بيني وبينكم دقتها وانا كنصور، ما قدرتش نصبر حتى نكمل. المهم، إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك، بارطاجيوه مع الحباب، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش تشوفوا الجديد ديالنا ديما. يلا بينا. زي ما قلنا معانا النهارده تريليتشا كيك جميل كده بالحليب والكريم شانتيه والكراميل، حاجه كده طعمها لذيذ يعني. اول حاجه معانا البيض، معانا 4 بيضات، وبعد كده هنضيف عندنا كوبايه حاجه بسيطه من السكر، شويه من الفانيليا، شويه صغيرين يعني، او ممكن نضيف كمان اي حاجه تغير النكهه بتاعه البيض شويه، اللي هي الزفاره بتاعه البيض، سواء قشر برتقال قشر ليمون بس. وبعد كده هنضرب المكونات دي وهنضرب في الخليط بتاعنا لغايه لما يوصل للقوام ده كده بالشكل الفاتح ده، ويتضاعف شويه عن الكميه يعني اللي كانت موجوده. بعد ما ضربنا الخليط اللي عندنا ده كويس، هنضيف اول حاجه عندنا كوبايه وربع من الدقيق. بعد ما ضفنا الدقيق، طبعا الدقيق ده كنا نخلينه بمصفى سلك يعني، هنضيف عليهم 1 بيكنج باودر. وبعد كده هنقلب الخليط بتاعنا ده بالسباتولا. طبعا هنقلب كويس من تحت لفوق كده، المكونات كلها تدخل مع بعض كويس بس كده. وبعد ما قلبناها بالشكل ده وتأكدنا ان الدقيق كله وصل للمكونات الاولى للبيض مع السكر تمام، بعد كده عندنا هنا قالب بايركس دهنينه زبده مع دقيق علشان بس ما يلزقش، او ممكن ندهنه، ممكن نفرد فيه ورق زبده عادي، اي طبق، مش لازم نفس الشكل ده يعني. هنفضي فيه الخليط بتاعنا خلاص كده. بعد ما فضينا المكونات بتاعتنا في الصينيه اللي عندنا، هنحاول بس ان احنا نفرغ منها شويه الهواء، بحيث ان احنا على فوطه او على حاجه كده نخبطها خبطه كده بحيث ان الفراغات دي تطلع بس. وهندخلها الفرن على درجه حراره 170 لمده 30 دقيقه. خلاص كده الكيكه تقريبا استوت، نفتح ونشوف. ان شاء الله القوام بتاعها جميل. هي طبعا ما ملتش عندنا الصينيه لان احنا مستخدمين شويه صينيه كبيره. اللي عايز طبعا ان هي يعني تبقى مكمله للاخر او تنفش اكتر من كده، هيقلل حجم الصينيه بتاعته. نسيبها تبرد شويه ونجهز اللبن اللي هنضيفه عليها. هنقلبها كده زي ما قلنا، قلبناها وهنحطها تاني في الصينيه، وهناخد عندنا عصايه شيش طاووق بالشكل ده وهنبدا نخرمها علشان اللبن يوصل لكل مكان فيها بس. وخرمناها بالشكل ده وهنبدا نضيف عليها اللبن بتاعنا. هنبدا نجهز دلوقتي اللبن. طبعا احنا قلبناها كانت لسه يعني دافيه شويه، ما سيبناهاش لغايه لما بردت تماما. هنجهز دلوقتي اللبن اللي احنا هنضيفه على الكيك. عندنا هنا لتر من الحليب، وهنضيف عليهم كوبايه من الكريمه عشان بس يدينا قوام وطعم كويس، وهندوبهم مع بعض كويس. وهنضيف اللبن على الكيك بتاعنا بالشكل ده، نسقيها كده واحده واحده. هي بتبقى جميله قوي الكيك دي لما بتبقى شاربه لبن كتير وغرقانه في اللبن. بس كده اضفنا عليها اللبن، هندخلها التلاجة لغايه لما نجهز ان شاء الله عندنا بقيه المكونات. هنجهز دلوقتي الكريم شانتيه. حطينا هنا عندنا نص لتر من الكريم شانتيه السائل، وهنخفقهم. بس وده الكريم شانتيه جاهز عندنا.
الشكل الجميل ده. وهنبدأ نضيف دلوقتي كريم شانتيه ونوزعه كويس على السطح. بس بعد ما فردنا طبقة الكريم شانتيه بالشكل ده، وزعناها بشكل متساوي كده على الوش، هندخلها التلاجة لغاية لما نجهز الكراميل بتاعنا. هنبدأ نجهز الكراميل على النار في حلة أو كسرول كده متوسطة. هنهدي النار، مش هنخلي النار عالية قوي، يعني النار متوسطة. هنضيف كوباية وربع من دي كده من السكر، وهنسيبهم على النار لغاية لما يبدأ السكر نشوف ان هو بدأ يدوب من تحت كده، واحنا هنبدأ نساعده ان نحركه شوية. بس كده زي ما قلنا، بعد ما اول ما لقينا السكر بيدوب واحنا مهديين النار خالص عشان طبعا السكر ما يتحرقش، بس هنبدأ ندوب فيه كده لغاية لما كل الحبيبات اللي فيه دي تروح. اول لما السكر يوصل معانا للون الجميل ده، ما شاء الله لون ذهبي جميل، وكل الحبيبات اللي فيه كده تدوب خلاص، هنبدأ نضيف معلقة كبيرة من الزبدة، نحرك فيها. طبعا الزبدة خلاص دابت كده مع السكر، وما شاء الله اللون بتاعها بقت واخدة لون جميل، بقى عامل زي لون البونبون الكراميل. تمام. هنستخدم بقى عندنا هنا دلوقتي مضرب كده، وعندنا هنا كوباية وربع من الحليب، نفس الكوباية وربع تقريبا من السكر اللي احنا ضفناه. طبعا نستخدم حليب سخن علشان ما يكلكعش معانا. بس هنا طبعا طفينا النار شويه لغايه لما نقلب الحليب. بعد ما داب الخليط ده كويس، عندنا هنا دول معلقه نشا متدوبه في معلقتين من الحليب، هنضيفهم على الخليط ده ونبدا نقلب واحده واحده لغايه لما نحس ان الخليط بدا يتقل معانا. خلاص بعد ما وصلنا للقوام ده، قوام ما شاء الله بقى كريمي وجميل. تمام. هنبدأ نطفي عليه النار ونسيبه لما يهدى. هنا بعد ما بدأ يبرد لينا الخليط اللي عملناه، هنضيف بس عليه شوية من الملح بحيث ان هو يعادل الطعم الحلو مع الملح، ونقلبه وبس كده جاهز. خلاص كده خلصنا الكيك بتاعتنا، سيبناها في التلاجة زي ما قلنا بعد ما ضفنا ليها كريم شانتيه. وخلاص كده الصوص الكراميل بتاعنا الجميل ده جاهز. هنبدأ نضيفه دلوقتي ونوزع كده الخليط بأي معلقة عندنا. خلاص كده فردنا الكراميل بالشكل ده. نبدأ بقى نزين الطبقة الأخيرة. عندنا هنا كريم شانتيه حطيناه هنا في كيس حلويات زي ده. استخدمنا اللي هي الأداة اللي ليها فتحة رفيعة خالص دي. لو ما عندناش الكيس ده ممكن كيس عادي، كيس تلاجة يعني بلاستيك، ونفتحه فتحة كده من الجنب ونبدأ نزين بيه. خلصنا التريليتشا بعد ما عملنا شوية الحركات اللي احنا عملناها دي، طلع شكلها جميل ما شاء الله. والطعم من الحاجات اللي انا سرقتها كده في النص، الطعم برضو خطير يعني. فنحطها في التلاجة بس لمدة نص ساعة كده تهدى، وبعد كده هنبدأ نوريكم عاملة ازاي. قطعنا والناس ما استنتش، وكل واحد بدأ يخطف. ولكن بصوا، تعالوا بصوا كده، شوفوا الطبقات عاملة ازاي بالمسطرة ما شاء الله. تعالوا هنا بقى، لازم نسرق احنا حتة. بسم الله.